احنا جينا من سهرة مش من السودان، بعد السودان دخلنا في واحدة بلد صغيرة دفعنا فلوس، بعد ده مشينا بالسيارة في واحدة بلد صغيرة مسوقونا في الشارع، بس ركبة في السيارة مسوقونا اثنين زول مسوقونا. بعد كبير السلاح مسوقونا كده، بعدين دخلنا في الحوش كبير أولاد بنات. الأولاد وين خدتهم ما نعرف، البنات خدتنا في السجن واحد ما نشوف أي شيء. كنا في السجن نأكل نشرب، لكن هم ما باحترام يعني، هم كله بالقوي. بعد ده جوزونا يعني، جوزونا بدون حبينا يعني بالقوي كله جوزنا. بعد جوزنا هم ما كويس يعني داعش. هم أول يذبحوا بنذبح البنات يتجوزوا مش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مش بالاحترام كله بالقوي. أنا واحدة لو جوزت واحدة بعدين يديني هادية. حكمنا حكم السبايا، قالوا حكمكم حكم السبايا، أنتم تتجوزوا تخدموا تولدوا تأكل تشربوا تقعدوا. بعد ده واحدة تتجوز واحد بعد ده هو يديها هادية، يبيع بفلوس 300 400 كده يبيعونا بفلوس يعني، يدونا هادية يجوزونا بالقوي. احنا لازم تولد، يقولوا احنا نسأل حبوب إبرة عشان ما نولد منهم، بالإبرة بالحبوب. يمكن واحد يجيب الواحد لأخته ما يجيب لها يعني. هم نحن نقول إبرة يضربنا، نقول حبوب يضربنا. بعد ده لو جابوا حبوب كله لكن من الله، هم ما كويس. أول يذبحوا، تاني يتجوز بنات، كله بالضرب يعني. احنا سوينا في السجن 1 سنة 3 شهور كامل معهم، بالحرب 5 شهور كامل حسي من مدافع مع الجواز حقهم أطفال حقهم. هم يسمونا سبايا، ولا البنات حقهم كمان يقولون سبايا، يسمونا سبايا. كنا كل في السجن فات. أنا جوزت الواحد قعدت 3 شهور معه، 3 شهور قعدت، لكن يجي في أسبوعين يعني وين يجي. بعد 3 شهور أول مشيت أنا عنده كانت معي واحدة بنت إريتري مني، جاب لي 3 يوم قعدت أول. بعد 3 يوم ما أكلت ما شربت، مريضة أنا ترجع دم حقي. هو كان يشوفه، جاء ما قال حاجة، مشى جاب لي واحدة بنت من زي يعني سبايا، جاب لي هي ترجع حقي، قالت لي ما وداني المستشفى. بعد ده شهر قعدت معي، هو حقها ما كان يجي، كان معاها ما يجي منه من داعش ما يجي. أنا كنت في أسبوعين يجي. بعد 3 شهور، بعد شهور هي مشت، أخذ منهم يعني، أخذ منهم. بعد ده 10 يوم كده براي قعدت بروح يعني 10 يوم كده. بعدها واحدة اسمها روتا، بلدة من إريتري عالضايح. روتا جت، بعد مع روتا قعدنا 10 يوم كده. بعدها هو جاب لنا أكل 4 يوم بدون موية بدون أكل. نحن كسرنا الشباك هربنا مع روتا. بعد هربنا مسكونا رجعونا. هي أخذها اللي كان معاها داعش، هو أخذها، أنا رجعت الحوش حقي، سكر الباب. بعد ده 9 يوم بدون نور، 9 يوم بدون نور. بعد ده واحد كان يجيب لي أكل يعني سحب حقه، كان يجيب لي أكل. أنا بنت خالتي معي هنا في السرت، خالتي خانت في السجن معي وديني لعند أختي. هو قال أنا ما بقدر بوديك، قال كان معاك يوديك، قال لي. بعد 3 أيام كده جاب كان معي ولد من داعش ده
جاء هو جاء بعدين أخذني اللي عند أختي. بعد اللي عند أختي بعد 10 أيام بقى حرب. بعد حرب كنا مع سوا في مدافع لكن من إريترين 4 و3 كنا مع النساء وأطفال حقهم يعني 4 أو 5 و3 كنا قعدنا معهم قبل عيد شهر كده. قعدنا معهم قبل عيد غيرونا مدافع برانا إريترين بس مدافع إريترين بس. بعدين كنا حارب مننا يعني المتجوزين اللي كانوا دعايش مننا معانا ياخذوا مننا بنات ياخذوا يشيلوها يجيبوها يدوها هادية يبيعوها كله بس زي خرف تذبحوا تخلي به شوية. هم لكن يذبحوا ما يخلوا شوية. أولاد كانوا معانا 48 وين ما نعرف. أولاد عمتي كانوا معي 2 واحد اسمه آرون واحد اسمه جرمن لكن وين ودوه ما بعرف. هسي أنا وأختي كمان قاعدين الحمد لله. الشباب لما سوونا في الطريق ما شفناهم 4 كلنا 71 كنا 71 ال15 ولا 16 هم عشان مسلم مسووها معهم. كل الفادل اللي دخلنا في السجن يعني 61 84 أولاد 15 بنات إريتريين 84 الأولاد وين خدتهم ما نعرف. البنات لكن كنا في السجن مع سوا كله حسي 1 و3 شهور كده بقى. منهم هم يشوفونا في التليفون حقهم يذبحوا يقطعوا يد يذبحوا كده يذبحوا في سكن كبير واسمه شنو يقطع يد في عذاب كله الأولاد لبنات. الأولاد لكن كيف يخطوهم ما نعرف. لبنات هم مسوونا شنو زي خروف بعنا زي ملابس زي خروف أدونا زي وردة هادية كله جوزونا بالقوي. الحبوب يجيبونا بالعذاب كله كل بس حاجة دعايش حاجة كله ما كويس في الحرب. وما الحمد لله هم عشان احنا حاجة ما عندنا معانا يعني بومب حزام ما عندنا حاجة. واحدة يوم ضربت في الحوش حقنا في مدافع إريترين يعني الحمد لله لكن ما حد مات منهم. لكن لو ضربت عشان عندهم بومب عشان عندهم حزام يفنجر يموتوا. الحمد لله من إريترين الحمد لله ما ماتنا في المدافعات حقنا. واحد يوم ضربت صاروخ هم كانوا يقولوا لو انتم ما مسلمتوا نذبحكم. الأولاد لو ما مسلموا نذبحهم لو ما اسلموا نسميهم سبايا يندفوا. الأولاد يندفوا يعني سبايا شغل ما حاجة ما كويس شغل يعني. الأولاد البنات كمان سبايا يسمونا نندف يجوزونا كله بالقوي يعني يجوزونا نندف نولد بهم. لكن جابوا لنا حبوب لكن كله دعايش ما كويس. 4 واحدة بنت 4 5 سوداني مصر تونسي غانا كله مسرت كان كنا في رقم 3. بعد في الرقم 3 ال8 بنات مننا طلعوا مننا إريتري هربوا. بعدين احنا نهرب اختي ضربت سلاح. بعد ضربت سلاح ان احنا رجعنا. بعد رجعنا غيرونا الحوش الفجر غيرنا الحوش. بعد الحوش ده 4 أيام سوينا. بعد 4 أيام احنا يوم السبت هربنا بالفجر بالليل هربنا منهم عشان ما عندهم زول. لكن هم ما شافونا هم فضلوا قليل يعني. بعدين احنا هربنا